بدأت حالة الملك تتدهور جدا، وبدأ الأطباء في فقدان أمل شفائه. ومات الملك. وبعد جواز جمجمة ومين جانج، ذهب مع الحارس لكي يركبوا سفينة لتأخذهم بعيدا عن القصر. لكن فجأة وجدوا الجميع يجري. ووجدوا بعض الناس يبكوا ويقولوا لقد مات الملك. انصدم جمجمة ومين جانج لسماع الخبر. كانت تريد الرجوع إلى القصر، لكن الحارس ومين جانج منعوها. فجرت بسرعة لكي تركب مركب لتصل إلى القصر، لكن الحارس وجد بعض الجنود يبحثوا عنها وطبعوا صورتها لكي يتعرف عليها الناس. كانت تريد الذهاب إلى القصر بسرعة، وكان مين جانج يمنعها من هذا. حتى جاء الحارس وقال لهم إن الجنود يبحثوا عن جمجمة ويتهموها أنها السبب في موت الملك. ووجد بعض الجنود بالقرب منهم، فقال لمين جانج: خذها واذهب من هنا بسرعة، وأنا سوف أحاول أخذهم إلى مكان آخر. وهربت جمجمة ومين جانج بسرعة بعيدا عن الجنود. بعد مرور السنين، عاشت جمجمة ومين جانج في قرية بعيدة، وأنجبوا طفلة وأطلقت عليها اسم يون سانج على اسم صديقتها.
كانت يون طفلة شقية لا تسمع كلام أمها، فقالت لها تعالي معي. عندما دخلت البيت قالت لها ارفعي فستانك، وقامت بضربها على رجلها. قالت لها ألم أقل لك أن لا تذهبي بعيدا عن البيت؟ فقالت يون لقد كنت ألعب مع سونج ابن الضابط. فضربتها بشدة لأنها حذرتها من اللعب معه. كانت جمجمة تخاف أن يكتشف أحد مكانهم ويتم القبض عليهم، ولقد فعلت هذا جمجمة وكانت السبب في القبض على أبيها. يوجد فيديو في القناة يحكي هذه القصة. وجاء مين جانج بسرعة وأخذ يون بعيدا عنها. قال لها أبيها يجب أن تسمعي كلام أمك، هي تخاف علينا، لقد حدث خطأ منا في الماضي وخائفة أن يتكرر مرة أخرى. فذهبت لتصالح أمها وقالت لها لن ألعب مرة أخرى مع ابن الضابط. ثم جاءت سيدة تطلب من جمجمة أن تأتي بسرعة، توجد حالة ولادة متعثرة. فذهبت معها يون، ثم بعد فترة وجدنا يون تجري بسرعة، فوقف أمامها عم جمجمة وكان يبحث عنها في كل القرى. فقال لها هل تعرفي شخص اسمه جمجمة؟ فقالت لا أعرف، وذهبت بسرعة. ذهبت إلى أبيها بسرعة تخبره بوجود مشكلة مع أمها ويوجد شخص غريب يبحث عنها. كانت الولادة متعثرة وجمجمة تريد فتح بطن المريضة، وكانت تحاول إقناعهم بهذا، لكنهم قالوا عنها مجنونة
ويجب تسليمها إلى الشرطة. وأثناء هذا جاء مين جانج وضربهم وأخذها بسرعة وذهبوا بعيدا عنهم. وجرى الحراس وراءهم وكذلك عم جمجمة الذي انصدم عند رؤيتهم. وذهب ليخبر الجميع، وكانت جانج دوك سعيدة بسماع هذا. وذهبت شين بي لتخبر يون سانج. وعندما علمت بهذا ذهبت بسرعة إلى الملكة وأخبرتها أن جمجمة تعيش حياة صعبة وترجوها أن ترد الاعتبار لها بعد كل هذه السنين. بعد انتهاء مشكلة جمجمة رجعوا إلى بيتهم وكان مدمر تماما، ووجدوا الحراس هناك. فبكت يون وقالت للحارس أرجوك اترك أبي وأمي. وفجأة ظهر قائد الحرس الذي قال لمين جانج: أنا آسف سيدي، كان عليهم ألا يفتشوا البيت. لقد طلبت مني الملكة إحضاركم إلى القصر بسرعة. وفرحت جمجمة ومين جانج لسماع هذا الخبر. وكانت يون سعيدة جدا بذهابها إلى القصر. ووصلوا إلى القصر وكان الجميع في استقبالهم. كانت تنظر إلى يون سانج صديقتها التي تحبها جدا، وكانت يون سانج تبكي.
وجاءت الملكة وقالت لها جمجمة: لماذا هربت؟ لقد كنت أبحث عنك منذ زمن، لماذا لم تأتي إلي بعد وفاة الملك؟ فقالت جمجمة: مولاتي، لقد كنت حزينة لعدم استطاعتي علاج الملك. فقالت الملكة: سوف أعيد لكم اعتباركم، وسوف تعيشوا هنا في القصر. قالت لها يون سانج: لماذا لم تخبريني إنك تعيشي حياة صعبة؟ فردت عليها وقالت: لا تغضبي مني أرجوك. وقالت لها: إن ابنتك تشبهك جمجمة. فقالت يون الطفلة: نعم، لأن أبي يقول هذا أيضا. فضحك الجميع. ثم ذهبت جمجمة إلى عمها، وكان مين جانج يريد تقديم التحية لهم، لكنهم رفضوا. لكن جمجمة قالت لهم: أنتم أبي وأمي، يجب تقديم التحية لكم. ودخلت يون وألقت عليهم التحية وقالت: أنا ابنة جمجمة. فرح عمها وقال: هذه حفيدتي. ذهبت جمجمة ومين جانج للخارج، وقال مين جانج: ماذا سنفعل؟ هل سنعيش في القصر؟ فقالت له جمجمة: اترك الأمر لي. ذهبت إلى الملكة وقالت لها: مولاتي، أنا ممتنة لك جدا، ولكن لا أستطيع العيش في القصر. هناك الكثير من الفقراء المرضى في الخارج، يجب علي الاهتمام بهم. فقالت الملكة لها: حسنا، وإذا أردت أي شيء تعالي إلى هنا بسرعة. وعند خروجهم من القصر قال لها مين جانج: هل ستندمي جمجمة لهذا القرار؟ قالت: لا، لقد حزنت كثيرا في القصر، وفقدت الكثير من أحبائي فيه. قال لها: لو لم تكوني في القصر لما تقبلنا أبدا. وضحكت جمجمة. وطلب منها أن تفعل أي شيء ولا تضع مشرط في جسد مريض. فقالت له: لا أوعدك الصراحة. ثم نظرت وراءها ولم تجد يون، فبحثوا عنها حتى ظهرت لهم، وقالت: توجد سيدة مريضة جدا في الكهف عند البحر.
ذهبوا بسرعة إلى الكهف، وكانت هناك سيدة على وشك الولادة وكانت مريضة جدا. فسألتها جمجمة كم مضى على خروج ماء الطفل، ولكن السيدة قالت لا أدري، وفقدت الوعي من شدة الوجع. فقامت بسرعة بوغزها بالإبر، لكن السيدة لم تستعيد وعيها وكانت تتنفس بصعوبة. فنظرت إلى مين جانج وقالت سوف تموت إذ لم أقوم بفتح بطنها وإخراج الطفل، لكن مين جانج رفض، لكن مع إلحاح جمجمة وافق لإنقاذ السيدة. وأخذ يون للخارج، وبدأت جمجمة في تعقيم الأدوات المستخدمة في الجراحة. وذهب مين جانج لإحضار ماء نظيف، وكانت جمجمة في الداخل تقوم بفتح بطن المريضة، عملية قيصرية يعني. عند دخول مين جانج للكهف سمع صوت طفل صغير، وكانت جمجمة سعيدة جدا. قالت له الطفل بخير، وكذلك أمه، لقد نجحت العملية، لقد فعلتها. وهكذا نجحت جمجمة في إثبات نظرية يجب على الإنسان أن يحاول، حتى لو فشل مرة سوف ينجح في الثانية.